هنعمل النهارده جوليش. تعالوا شوفوا الطريقه عامله ازاي. الجبنه القريش طبعا بعد ما بنحطها في التلاجة في ميه وملح، غالبا يعني لما بتقعد فتره بتتهرى بالشكل ده. فكده ليها كذا استخدام على فكره، يعني ما ينفعش تترمى، حرام. فانا هقول لكم طريقه النهارده هتستفادوا بيها جدا وهتبسطكم ان شاء الله. دي الجبنه القريش بعد ما صفيتها، ودي الميه اللي انا صفيتها، دي الميه دي مش هتترمى. تمام. هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه. هنزل الجبنه كده، بقت تمام. دي كده خلاص. مستطيلة، دي مقاسها 5. هنزل الزيت، مش هحط كتير. انا بحب الريحان جدا. بعد كده هنزل بالريحان بالشكل ده، هرصه بالمنظر ده. بعد كده بنزل بالفلفل الاخضر او الفلفل الالوان حسب اللي موجود بالشكل ده. هنزل بعد كده بالبسطرمة. البسطرمة اساسا لازم تتحط في الفريزر عشان تحافظ عليها اطول فترة، وكمان عشان اقدر اشيل منها الثوم بسهولة واقدر افكها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وارص اوزعها على الصينية بالمنظر ده. هنزل بالجبنة الشيدر واوزعها كده على الصينية بالشكل ده. في حالتي يعني لو ما فيش موتزاريلا ما فيش مشكلة. بعد كده اكمل بقية النص التاني من الجلاش، اسوي الطبقات، احاول اتني الحروف عشان ما تتحرقش، ومش هدهن اي مادة دهنية بين الطبقات عشان الدسم وعشان حاجات كتير. هي السائل اللي انا هحطه في الاخر ده هيغني ان انا احط حاجة بين الطبقات وهيستوي ويطلع طعمه لذيذ. اكمل بقية الطبقات بالشكل ده واسويها. احط الزبادي، ملح، حوالي كوباية لبن،
البيضايه، 3 معالق زيت، فلفل اسود، بعد كده هنضربهم. بسم الله. الخليط ساب، ده المنظر. نجيب الصينية تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، وزقيها كلها. دي تعتبر دسمها قليل جدا عشان الكوليسترول والناس اللي هي بتعمل دايت، تمام، وصحيا افيد. اللي حابب يزود سمنة عادي. انا بسيبها كده شوية، حوالي 10 دقايق او اقل من 10 دقايق، لحد ما اسخن الفرن وادخلها الفرن، وهتشوفوا منظرها بعد ما تطلع. دلوقتي هنشوف اخبار الصينية ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين المنظر؟ هي كده مش محتاجة ان انا اشغل الشواية، بس هسيبها شوية كمان. دلوقتي هنشوف الصينية اخبارها ايه. كده تمام. ريحتها بقى ايه؟ واو واو بجد، ريحتها تجنن. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سخنة شوية. بس بحركها. الريحة بقى ما شاء الله، ان شاء الله تعجبكم. الوصفة جميلة جدا، خصوصا لو الام عندها اطفال وما بيحبوش الجبنة الفلاحي او الجبنة القريش. فيها قيمة غذائية عالية طبعا، كل الامهات اكيد عارفينها. وده الشكل النهائي ندوقها. بسم الله. واو، جميلة جدا والله ما شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت تكتبوا لي كومنت وتعملوا لي لايك، وشكرا. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، يا ريت تعملوا لي لايك وكومنت، وشكرا.